انا لما قلت في الجزء الاول وهسيب لكم الرابط بتاعه تحت في التعليقات ان بلاش تسكني في بيت العيله، فده مش معناه ان احنا ننكر ان هيفضل بيت العيله هو مصدر للدفء والامان والسند في وقت الفرح، وان الف ايد تتمدلك في وقت الحزن. وكمان هيفضل بيت العيله سند مادي خاصه في اول سنين الجواز، وبرضه هتفضل صله الرحم بين ولادك وباقي افراد البيت لما يكبروا، وكمان هيتعلموا احترام الكبير. خلاصة الموضوع، هيفضل بيت العيلة هو الستر والبركة اللي موجودة بين الناس، وعشان يفضل بالجمال ده فلازم يبقى فيه شيء من الخصوصية والاحترام ما بين الناس. وهتفضل الكلمة الطيبة بين الأهل هي اللي تقدر تجمع الناس تاني مع بعضيهم بعد المشاكل. استقلالية البيوت جاية، إنما الأهم إنها ما تجيش بسبب المشاكل، ولازم يبقى الود بين الإخوات هي السمة الدايمة. اكتب لي بقى في التعليقات تجربتك في عيشتك في البيت الكبير. أنا أحمد أبو بكر المأذون الشرعي، وده كل اللي أعرفه. السلام عليكم.